ازاي اغير اسمي على الفيسبوك بعد التحديث الجديد 2023. التحديثات الجديدة طبعا غيرت شكل الفيسبوك، فناس كتير بتيجي تغير اسمها على الفيسبوك فما بتعرفش توصل للمكان اللي هو تقدر تغير من خلاله اسمك على الفيسبوك. تمام، في الفيديو ده هتعرف النهاردة ان شاء الله تغير اسمك على الفيسبوك بعد التحديث الجديد 2023 من خلال الهاتف المحمول بتاعك. تمام، اول حاجة يا شباب هتبدأ تضغط على الثلاث شرط دول بالشكل ده. تمام، هتنزل هتلاقي حاجة اسمها الاعدادات والخصوصية كده تحت. الاعدادات والخصوصية هتبدأ تضغط عليها. بعد كده هتضغط على حاجة اسمها الاعدادات. هنبدأ نضغط على الاعدادات. من الاعدادات هنا هتلاقي الشكل الجديد بتاع الفيسبوك متغير لشكل جديد. تمام، اول حاجة لو انا عايز اسهل على حضرتك انت ممكن تيجي هنا وتبدأ تكتب ايه؟ الاسم. تمام، عفوا الاسم. تمام، هتضغط على الاسم اول حاجة كده الاسم، هتبدأ تضغط عليها. هيبدأ يفتح لك صفحة زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، وهيبدأ يحولك على طول ليها. يعني لو رجعنا كده خطوة هتبدأ تضغط على الملف الشخصي. تمام، هتضغط عليها. الحمد لله، الله أكبر. الفيسبوك لو ضغطت عليها بالشكل ده هيبدأ يدخلك على الاسم بالشكل ده. نضغط على أول حاجة اسمها الاسم برضو. تمام، هيبدأ يدخلك على الاسم. طبعا انا مش هقدر اغير الاسم لان بالفعل انا مغير الاسم ده من حوالي 3 ايام، فبالتالي حضرتك هنا بيقول لي لا يمكنك تغيير اسمك في الوقت الحالي لانك غيرته خلال اخر 60 يوم. لانك غيرته خلال اخر 60 يوما ويظل بامكان تغيير الترتيب. تمام، هنا بيقول لك تم تغيير اسمك اخر مره في 3 ابريل 2023 اللي هو 3/4 اللي هو ايه النهارده 5/4. فاحنا مغيرين الاسم ده من حوالي كده يومين. تمام، احنا غيرنا الاسم من حوالي يومين، فانا مش هقدر اغيره الا بعد ما يعدي 60 يوم. هبدا اغيره عادي والخانه دي هتكون مفتوحه معايا. انما بالنسبه لحضرتك مجرد انت هتبدا تدخل زي ما وريتك كده ويجيب لك الصفحه دي، هيبدا يقول لك اكتب الاسم الجديد. هتبدا تكتب الاسم الجديد وتبدا تقول له حفظ. تمام، اوقات بيطلب منك تحط كلمة المرور بتاعة الفيسبوك عشان يتأكد انك صاحب الحساب. يعني ممكن يطلب منك ان انت تحط كلمة المرور فحطها عادي وقول حفظ. لو ما طلبتش فانت احفظ على طول هيبدأ يدخلك. تمام، كلمة المرور دي بتأكد ان انت صاحب الحساب. تمام، دي اول طريقة. طيب ده تاني طريقة بقى. هنبدأ نرجع كده زي ما انتم شايفين. طبعا تاني طريقة هنبدأ نضغط على مركز الحسابات. من مركز الحسابات اللي انتوا شايفينها اول واحدة دي ضغطنا عليها. بعد كده هنبدأ نضغط نعمل الملفات الشخصية نضغط عليها. بعد كده نجيب الفيسبوك هنضغط عليها. بعد كده نبدأ نضغط على الاسم. طبعا دخلنا على الصفحة على طول اهي. تبدأ تغير اسمك وتبدأ تعمل حفظ. طلب كلمة المرور حط كلمة المرور ما تقلقش وابدأ اعمل حفظ. ده كان تغيير اسمك على الفيسبوك بعد التحديث الجديد 2023 عشان تم تغيير في الصفحة او تم تغيير في الاعدادات فظهرت معانا بالشكل الجديد ده. فاتمنى اكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.